فيديو النهارده مختلف خالص عن الفيديوهات اللي بنزلها في الصفحة. لو حابين اكتر من الفيديوهات ديت، يعني مثلا نتكلم عن تربية مثلا الارانب، الفراخ الساسو، الزراعة، الحاجات ديت، ابقوا عرفوني عشان خاطر اكتر لكم منها. هنتكلم النهارده عن تربية الفراخ البيضاء. النوع دوت كان اسمه كب. لازم اهتم بحاجتين: التهوية والفرشة. الفرشة عندي تكون ناشفة، ما تكونش مبلولة، والمكان يكون متهوي كويس جدا، وفي نفس الوقت في الشتاء اكون محافظة على تدفئة المكان. المهم انا استقبلتهم على درجة حرارة 35، والتصوير ده في الشتاء، عشان كده هتلاقوا اللمبة بتاعتي موجودة معايا على طول. اول حاجة خالص انا بحط الشارة كويس جدا، وبستقبلهم على محلول ملح، والمية عشان خاطر ما تكبليش الفرشة بحطها على طوبة، والاكل عشان خاطر ما يتكبش في الارض بحط على طوبة. يعني اللي انا عاملاه في الفيديو ده كده غلط، لازم المية تكون على طوبة والاكل يكون على طوبة. في البداية خالص انا ما بحطش الاكل كمية كبيرة، بحط الاكل حبة، وبعد كده لما يتبقى باقي الاكل برميه وبحط حبة تانيين. والاكل بتاعي انا بستخدم بادي سوبر تسمين. بادي سوبر تسمين شركة الإيمان. شركة الإيمان بالنسبة لي من أحسن الشركات الموجودة. المهم احنا قلنا في أول يوم بستقبل على محلول ملح لمدة 3 ساعات. في ناس بتستقبلهم بمية بسكر. أهم حاجة عندي المية والأكل زي ما قلتلكم يكونوا على طوبة، وأبعدهم عن بعض من يوم الأول لحد اليوم الرابع. بحط مضاد حيوي. المضاد الحيوي بيكون 1 سنتي لكل لتر. اليوم الخامس مش بحط حاجة، بس بوسع المكان زي ما انتوا شايفين، لكن ما بحطش الاكل جنب المية. يعني دي كده تاني غلطة موجودة في الفيديو. لازم المية تكون بعيدة عن الاكل. وزي ما قلت لازم الفرشة بتاعتي تكون على طول ناشفة، ما تتبلش خالص. لو اتبلت اعمل ايه؟ هحط جير مطفي واحط طبقة تقيلة من النشارة. المهم اليوم الخامس انا ما بحطش حاجة. من اليوم السادس لحد اليوم العاشر بحط فيتامين كي في الصبح وكالسيوم بالليل. يبقى من اليوم الاول لحد اليوم الرابع بحط مضاد حيوي مرة كل 12 ساعة، يعني الصبح الساعة 10 ومثلا بالليل الساعة 10. تمام. الفيتامين بقى والكالسيوم بقى برضه بحط مثلا الفيتامين كي في الصبح الساعة 10، مثلا الكالسيوم بالليل الساعة 10. تمام. وطبعا اهم حاجة ان انا اوزن كل يوم عشان خاطر اشوف الكتكوت بتاعي بيستجيب للاكل ولا لا. اليوم ال11 مش بحط حاجة. من يوم ال12 بقى لحد يوم 15 بحط مضاد سموم. وبعد كده اول ما وزن الكتكوت عندي يبدأ يبقى 500 جرام ببدأ ان انا اغير العلف بتاعي من بادي لنامي سوبر تسمين. بس طبعا مش بحط مرة واحدة، لا، انا بحط شوية من النامي على بقية البادي، وواحدة واحدة ببدأ ان انا ابدل خالص لنامي. المهم قلنا من يوم ال12 لحد يوم ال15 بحط مضاد سموم. من اليوم ال17 لحد يوم ال20 بحط ايموكس الصبح، وبالليل بحط كوكسي معاه فيتامين كي بالليل. واليوم ال21 طبعا انا من بعد ما بحط النامي ببدأ الاحظ بطريقة ملحوظة ان هما ابتدوا يكبروا كويس. اليوم ال21 مش بحط حاجة. من اليوم ال23 لحد يوم ال26 ببدأ ان انا احط غسيل كبد وكده. بس كده لحد بقى اخر الدورة انا مش بحط اي حاجة خالص لحد ما اوصل للوزن اللي انا عايزاه. هو عموما الدورة بتاعتي بتبقى ما بين 35 لحد 40، ما بتعديش ال 40. انا طبعا محافظة على النشارة ان هي تكون ناشفة اهم حاجة. وطبعا يفضل ان انتوا تحطوا اكلتين عشان خاطر ميبقاش فيه تفاوت كبير اوي في الاوزان. انا عشان خاطر كان عندي اكلة واحدة، فعندي فرق كبير في الاوزان، لكن يفضل ان احنا نكتر اكتر من اكله عشان كمان الكل ياكل. هنا هو عاملين زحمه كتير على اكله واحده عشان مفيش غيرها. يا رب اكون قلت لكم كل حاجه. لو في اي حاجه تعرفوني هحط لكم في الفيديو تحت، هحط لكم تحت الفيديو يعني جدول بالاوزان وبالايام اللي موجوده بتاعتي. يعني مثلا اليوم الاول بيبقى وزنه قد ايه، يوم التاني بيبقى وزنه قد ايه وكده. لو حابين بقى انوع من الفيديوهات دي تعرفوني. طبعا بعد كده لما تعبت من النشارة، النشارة صعب ان انا الاقيها، فغيرت للفرش ديت، ودي اسوأ حاجة انا استخدمتها تقريبا. متعبة جدا جدا جدا، لكن النشارة مريحة قوي. بعكسها بشوية. المهم في اخر الدورة طلعت معايا الاوزان ديت، هتشوفوها دلوقتي.
3 كيلو، 2 كيلو ونص، هي